كل يوم حكاية يا قلبي تاخدنا في عالم تاني، قصص حلوة وجميلة بلخصها لك في ثواني. بس قبل ما ابدأ يلا يا قلبي فرحيني، اشتركي في قناتي علشان تكبريني. من فترة طويلة بابا ظروفه المادية اتدهورت جامد جدا، لدرجة انه احيانا ما كانش بيلاقي يجيب لنا اكل. وده طبعا تعب نفسية بابا جدا، لان ابويا من زمان وهو تاجر ومفيش حاجة عنده اسمها انه ما يبقاش معاه فلوس. اتكسف يطلب من الناس اللي كان بيسلفهم. ماما قالت له تتكسف ليه؟ زي ما انت كنت بتفك زنقتهم هم كمان المفروض يقفوا جنبك. بابا سمع كلام ماما وراح طلب من الناس دي مساعدة، لكن الناس دي رفضت انها تساعده. وطبعا اللي عملوه ده خلى بابا يتعب اكتر ونقلناه المستشفى. بابا كان خلاص حرفيا كان بيموت مننا. بيعدي بالظبط 3 اسابيع ومرة واحدة بنلاقي صاحب بابا اللي مسافر رجع من السفر مخصوص لما عرف ان بابا تعبان. عمه جمال الوحيد اللي وقف معانا ساند بابا ودفع مصاريف المستشفى كلها. ومش بس كده، ده كمان سدد كل الديون اللي كانت على ابويا. وعلى ما بابا شد حيله ورجعت له صحته، كان عمه جمال رجع كل حاجة زي ما كانت وأحسن ما كانت كمان. بابا فرح جدا وقال لعمه جمال: تصدق يا جمال، انت الوحيد اللي وقفت معايا، مع انك عمرك ما وقعت في يوم من الأيام وطلبت مني أي حاجة. لكن اللي كانوا بيطلبوا مني لما جيت أطلب منهم وأقول لهم إني محتاج، قالوا لي امشي ما معناش حاجة ليك. كسروا بخاطري مع إني عمري ما كسرت بخاطرهم. عمه جمال طبطب عليه وقال له: انسى اللي فات يا محمد، مادام انت دلوقتي صحتك رجعت لك تقدر تعمل كل حاجة من تاني. ويا عم كويس انه حصل كده علشان على الاقل تعرف مين عدوك من حبيبك. والايام بتعدي، حياتنا بترجع احسن من الاول. بابا بيتعافى تماما وشغله بيرجع احسن من الاول. وعمه جمال بيستقر في مصر، وكل فترة والتانية بيجي يبص علينا. في يوم كان جاي يقعد معانا كالعادة، وبابا طبعا لما عرف انه جاي قال لنا اعملوا غدا كويس يليق بيه. عملنا كل حاجة عمو جمال بيحبها، جهزنا السفرة وقعدنا اتغدينا. بعد الغدا لقيت عمو جمال بيقول لي: عارفة يا ليل، انا عاوز اجوزك لاحمد ابني، بس للأسف هو مسافر دلوقتي، يرجع بس وتشوفيه، ويا ريت يا بنتي يكون في نصيب ليكم انتوا الاتنين مع بعض. ساعتها انا ضحكت لاني فكرت ان عمو جمال بيهزر، ما كنتش فاكرة انه بيتكلم بجد. عمو جمال بعد ما كلمني راح قال لبابا: انا كلمت ليل وليل ضحكت. بابا طبعا من غير اي كلام كتير قال له: انا موافق اصلا يا جمال من غير ما تاخد رأي ليل، انت بتتكلم في ايه؟ ده انت جمايلك مغرقاني من ساسي راسي. عمو جمال قال له: ما تقولش كده يا حبيبي، ده احنا اخوات. بابا قال له: علشان احنا اخوات اعتبر ليل من النهارده مرات ابنك احمد. عمو جمال قال له: بقى ده اسمه كلام؟ المفروض ليل تحط رجل على رجل وتتشرط، واللي تطلبه احنا ننفذه لها. بابا قال له: اللي انت عاوزه اعمله. وفعلا بابا جه وحكى لماما كل حاجة دارت بينه وبين عمو جمال. لقيت ماما جاية بتقولي: يا بنتي باباكي اتفق مع عمك جمال على كل حاجة، وكل اللي فاضل ان احمد يرجع من السفر، وساعتها هنقرا فاتحة ونلبس شبكة ونكتب الكتاب على طول. قلت لها وانا مصدومة: ماما قولي انك بتهزري. قالت لي: والله العظيم ما بهزرش يا ليل، وجهزي نفسك بقى وانزلي انتي واخواتك، هاتي فستان يكون كويس علشان كلها يومين واحمد يرجع من السفر ويجي يشوفك، وطبعا لازم تعجبيه. قلت له: وكمان عجبه؟ لا اوعي لي بقى كده. وخدت بعضي ودخلت مكتب لبابا. قلت له: يا بابا هو بجد الكلام اللي ماما قالته لي ده؟ قال لي: كلام ايه؟ قلت له: هو انت هتجوزني احمد ابن عمه جمال؟ قال لي: ايوه طبعا. ايه اللي في الكلام مش بجد؟ وبعدين عم الجمال قال انك ضحكتي. قلت له: يا بابا انا كنت فاكراه بيهزر. قال لي: وانت شايفاه عيل صغير هيهزر معاكي؟ قلت له: طيب انا اسفه يا بابا، انا مش موافقه. قال لي: توافقي ما توافقيش دي حاجه بتاعتك، خلاص انا اديت للراجل كلمه واستحاله ارجع فيها. عم الجمال السبب في اللي احنا فيه دلوقتي من بعد ربنا، انا في رقبتي دين ليه، ومهما اعمل عمري في حياتي ما هسدده. لولا وقفته جنبي انا كان زماني ميت من القهر، وانا بشوف شقة عمري بيتهد قدام عينيا. قلت له: طيب انا ايه ذنبي يا بابا؟ ايه ذنبي تجوزني واحد ولا اعرفه ولا يعرفني؟ قال لي بعصبية: بطلي كلام كتير يا ليل، علشان صدقيني هقلب عليكي وقلبتي وحشة، انتي عارفاها كويس. لسه كنت هرد عليه زعق لي جامد جدا ونادى لماما قال لها: خدي ليل من وشي علشان شكلي كده همد ايدي عليها.
دخلت اوضتي وفضلت اعيط، ما بقتش عارفه اعمل ايه. اخواتي دخلوا لي وقالوا لي بطلي عياط يا عبيطه، احمد مش وحش، احنا عارفينه، ده اكبر منك ب5 سنين بس، وشاب حلو وكويس قوي، يكفي انه شغال بره وعنده شركه خاصه بيه. يا عبيطه ده انت هتعيشي في هنا. وفضلوا يتكلموا معايا كتير. هما كانوا بيتكلموا وانا عامله زي المغيبه بالظبط، ما كنتش في وعي ولا سامعه اي حاجه، كنت تعبانه وزعلانه ومخنوقه. كل اللي كنت بقوله لنفسي يعني انت يا بابا تقف على رجليك وحياتك تتظبط، وانا اللي حياتي تتدمر؟ طيب انا مالي؟ يعني انا اتجوز واحد معرفهوش ومعرفش هيعاملني ازاي، واخواتي يعيشوا معاكم يتدلعوا ويعملوا كل اللي هم عايزينه، يعني انا اللي هكون الضحية؟ اشمعنى انا اللي ادفع التمن؟ كل ده كان بيدور في بالي. بيعدي على اليوم ده يومين بالظبط، واحمد بيرجع من السفر، عمه جمال بيكلم بابا وبيقول له احنا جايين لكم النهارده علشان احمد يشوف ليل. طبعا ماما قالت لي جهزي نفسك والبسي وحطي ميك اب رقيق، لكن انا ما كانش ليا نفسي اعمل اي حاجه. كل اللي عملته لبست عبايه سمرة ولفيت الطرحه وما حطيتش اي حاجه في وشي. كنت نازله وانا زعلانه وكان باين عليا الزعل جدا. سلمت على عمو جمال اللي استغرب شكلي وقال لي مالك يا ليل، انت تعبانه ولا ايه؟ بابا بصلي وبرق جامد جدا وقال له ايوه يا حبيبي دي تعبانه بس شويه النهارده. عمو جمال ضحك وقال لأحمد شفت وشك وحش على البت اديها تعبت اهي. فضلوا يضحكوا ويهزروا ويتكلموا. بعد نص ساعة بالظبط عمو جمال قام وقف وقال لبابا يلا بقى تعالى نقعد في المكتب شوية علشان عاوزك في شغل، وبالمرة ندي فرصة لأحمد وليل يتكلموا مع بعض. وفعلا سابونا لوحدنا. أحمد قام وجي قعد جنبي، أنا قمت من جنبه وقعدت في مكان بعيد. قال لي في إيه يا بنتي واحنا هنجري ورا بعض؟ عايزة أقعد جنبك وأتكلم. قلت له تقدر تتكلم من بعيد، مش لازم يعني تلزق فيا. قال لي ألزق فيكي؟ انت شكلك بقى لسانك طويل. قلت له ايوه لساني طويل ومش هعجبك على فكرة. قال لي اه شكلك كده عاوزة تطفشيني. قلت له بصراحة ايوه. قال لي ليه كده بس يا بنتي؟ ده انا حلو وزي القمر، انت لحد دلوقتي ما بصيتيش عليا. ارفعي وشك عادي عادي، دي الرؤية الشرعية. رفعت وشي علشان ابص عليه، لقيته شاب جميل جدا، اسمر وشعره طويل وعينيه عسلية. كان حلو قوي لدرجة ان انا تنحت من جماله. لقيته بيقول لي انا عارف اني حلو بس مش هنقضي القعدة متنحين لبعض، ممكن نتكلم مع بعض شوية. قلت له اتفضل. قال لي انتي رفضاني ليه؟ قلت له بص بصراحة بابا غاصبني، يعني انا مش حابة اني اكون مغصوبة، ممكن تديني فرصة يمكن ارتاح لك. قال لي انتي عارفة ان انا مسافر تاني، ايه رأيك نكتب الكتاب ونبقى ندي لبعض فرصة بعد الجواز؟ قلت له طيب قدر مرتحناش لبعض يبقى اسمي مطلقة؟ قال لي ربنا ما يجيب حاجة وحشة، أكيد هنرتاح لبعض. وفضل يتكلم معايا كتير، مش هضحك عليكم ارتحت جدا. بعد ما مشي صليت الاستخارة ونمت. قمت مرتاحة وحاسة ان انا زي الفراشة بطير في السما. قلت لبابا خلاص يا بابا انا موافقة وما تزعلش مني. لقيته بيقول لي ما انت حتى لو ما كنتيش موافقة كنت برضه هجوزهولك يا بنتي، انت ما تعرفيش مصلحتك. احمد ده لو طول ان انا اللي كنت اخطبه من ابوه كنت عملت كده يا بنتي، ده انت عمرك في حياتك ما هتلاقي حد زيه. وفضل يشكر فيه ساعة كاملة. طبعا انا استغربت هو بيشكر فيه كتير قوي كده ليه، بس مع مرور الايام عرفت هو بيشكر فيه ليه، لان فعلا احمد طلع راجل دمه خفيف وبيحب يهزر وبيحب يضحك. احنا بسبب ظروف شغل احمد وسفره اتخطبنا شهر واحد بس. عايزه اقول لكم ان الشهر ده كان بيخرجني مره الصبح ومره بالليل وانا مش ببالغ. جاب لي شبكه كبيره جدا ورفض ان ابويا يجهزني. قال لي بابا انا هاخدها بشنطه هدومها، وحتى شنطه هدومها هتكون عليا، يعني هديلها فلوس تجيب اللي هي عاوزاه. بيعدي الشهر وبنكتب الكتاب وما بنعملش فرح، بنستكفي اننا نهيص شويه قدام الباب وبعد كده بياخدني ونسافر. طبعا هو كان متفق معايا ان احنا اول كام شهر نتعامل اكننا مخطوبين. الكذاب طلع بيضحك عليا، وبعد شهرين جواز اكتشفت اني حامل. لما عرفت ان انا حامل فضلت مستنياه لحد ما رجع من الشغل، وقلت له شفتي يا استاذ احمد؟ قال لي فيه ايه؟ قلت له انا حامل. قال لي انتي بتتكلمي بجد؟ قلت له ايوه يا كذاب، هو ده اللي هنفضل اخوات لحد ما نتعود على بعض؟ قال لي يا بنتي اخوات ايه، ده انا حاسس اني اعرفك من اول ما اتولدت. قلت له تصدق وانا كمان. قال لي وبعدين يا عبيط انا وانتي دماغنا شبه بعض. قلت له ايوه فعلا عندك حق. قال لي شفتي اديكي بتتفقي معايا على اي كلمه بقولها. فضلت اضحك على طريقته وهو كمان فضل يضحك. بتعدي الشهور وربنا بيرزقنا ببنوته. من يوم ما ولدت واحمد قرب مني اكتر من الاول. بصراحه احنا كنا قريبين، لكن من بعد ما ولدت حاسه ان علاقتنا بقت اقوى.
دايما خايف عليا ودايما مش بيحب يزعلني، وكل شوية يفضل يقولي لسه برضه شايفة ان احنا مش مناسبين. افضل اضحك واقوله ايوه لسه. انا وهو عاملين زي القط والفار، لكن بصراحة بقيت احبه اكتر من نفسي، وهو كمان بيحبني. من فترة قلت له انا عايزة ارجع مصر، قال لي اصبري على العيد الكبير نرجع مع بعض، لاني لو كنت نزلت قبل كده كنت هرجع لوحدي. فقررت اني اصبر لحد ما يرجع معايا، وفعلا رجعنا قبل العيد باسبوع. اول ما وصلت عند ماما حضنتها هي وبابا وسلمت عليهم جامد جدا، وقلت لبابا شكرا يا حبيبي على الهدية الحلوة اللي انت اديتها لي. قال لي هدية ايه؟ قلت له احمد. قال لي ايوه يا عم، ربنا يسعدكم يا حبايبي. المفاجأة بقى ان انا اكتشفت اني حامل للمرة التانية، وسبحان الله ركبت الطيارة ولا أكني في أي حاجة وما حسيتش بأي حاجة أصلا. وعلشان ربنا سترها معايا أحمد جاب عجل وذبحه فرقه لله. عاوزاكم تدعولي ربنا يكمل لي على خير، وأنا كمان هدعي لكم إن ربنا يرزقكم بالخلف الصالح ويسعدكم في حياتكم.